فيديو النهارده هيكون خاص بترطيب البشره الدهنيه. كتير من اصحاب البشره الدهنيه بيغفلوا عن خطوه مهمه جدا وهي خطوه الترطيب، لان عاده الغسول بيشيل طبقه الدهون، فدي حاجه بتكون مرضيه جدا ليهم. بس مهم جدا خطوه الترطيب. لو ما رطبناش ايه اللي هيحصل؟ البشره هتستفز وهتبتدي تفرز دهون كتيره اكتر واكتر، دهون اكتر يعني مشاكل اكتر واكتر لا غنى عنها. فعشان كده لازم نرطب. بس حابه اقول لك لازم تاخدي بالك من المرطب اللي هتستخدميه. وقبل ما اقول لك البدائل اللي معايا النهارده لازم تاخدي بالك من شويه حاجات كده. اول حاجه المرطب لازم يكون قوامه خفيف، البشره تمتصه بسرعه، ما يسيبش البشره ولا يسبب لها مشاكل اكتر واكتر. اول منتج معانا النهارده هو سيباكلار. سيباكلار هيدرا بيتميز ان هو ترطيبه هيكون كويس جدا للبشره، في نايسيناميد اللي هيحسن شكل المسام. مش بس كده، قوامه خفيف وامتصاص البشره ليه سريع. تاني منتج معانا من انتاج شركه بلو بيل وهو ماليندا الترا لايت، وده بيتميز ان ترطيبه حلو جدا وهيكون مناسب لاصحاب البشره الدهنيه اللي بياخدوا علاج قوي لحب الشباب ومسبب لهم جفاف في بشرتهم، فده هيكون مناسب جدا لبشرتهم. اما ثالث منتج معانا هيكون شانجل. شانجل بيتميز ان هو ترطيبه كويس جدا، كل الحاجات اللي فيه مواد طبيعيه. في الاول هتحسي ان قوامه ملزق شويه، بس بعد كده البشره هتتعود عليه ما تتلاقيش. رابع منتج معانا هو ديرماتيك. بيتميز ان قوامه خفيف، امتصاص البشره ليه هيكون سريع، في نايسيناميد اللي هتحسن من شكل المسام. مش بس كده، ده كمان فيه هيالورونيك اسيد اللي هيدي ترطيب احسن واحسن. خامس منتج معانا هيكون الاليجون. الاليجون بيتميز ان ترطيبه هيكون كويس جدا. مش بس كده، في ماده هتساعد على التقشير البسيط للبشره، وكمان في ماده اليوريا اللي هي ترطيبها هيكون كويس جدا. سادس منتج معانا هيكون سكاي كيور جل. ده بيتميز ان ترطيبه كويس جدا، خفيف على البشره، تقدري كمان تستخدميه قبل الميك اب وبعد جلسات الليزر، لان هو مضاد للالتهاب وملطف حلو قوي على البشره. اخر منتج معانا هيكون الميلانثينول جل، وده بيتميز ان هو سعره اقتصادي جدا وناس كتير شكرت فيه. كده يكون كلامنا خلص في فيديو النهارده، وانتظرونا في فيديوهات تانية كتيره.